عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو كما شفتوا في العنوان غندوي لكم على الفلسفه. بزاف ديال الناس كيلقاو فيها مشكل، ما كيعرفوش منين يبداوها، ما كيقولوا شنو المشكل ديالو مع هذه الماده. بالنسبه للفلسفه ماده زوينه بزاف، خصكم غير تعرفوا كيفاش تخدموها. الفلسفه ماشي ماده كتعتمد كليا على الحفظ. ضروري الفهم اصلا في اي حاجه. الفهم راه ما كاينش حاجه كتعتمد على الحفظ، حتى شي حاجه ما كتحتاج انك تبقى تحفظ تحفظ تحفظ، لا. دائما تنفهموا، والفهم تيسهل عليك الحفظ. الفهم ثم الفهم. بالنسبه للفلسفه حاولوا انكم تلخصوا، تاخذوا مثلا الا كنتو غتحفظوا جوج مجزوءات ولا ثلاثه، تلخصوهم وتديروا تلخصوا تحاولوا تعطيو تقديم على كل مجزوءه. المواقف ديال الفلاسفه على كل درس، كلشي داكشي تلخصوه وتحطوه حداكم. بالنسبه لي انا كنت حفظت غير جوج مجزوءات لانه ما كانش بقى ليا الوقت، كانت الفلسفه خليتها هي الاخرى، فحفظت مجزوءات. واخا الاستاذ كان كينصحنا نحفظوا ثلاثه باش الا كان عندنا مشكل في المنهجيه ديال قوله ولا سؤال ولا نص ما لقاوش مشكل. كنت حفظت مجزوءات الوضع البشري ومجزوءات المعرفه. المهم راه باقي عندي لي ريزومي ان شاء الله غنشاركهم معكم. كنت ملخصه مواقف ديال الفلاسفه وحاطه منهجيه وداكشي، دابا نشاركو معكم ان شاء الله. الا كنتو بغيتو تشاركوا نقولها لي في الكومونتير. تاني حاجه غنقولها لكم نصيحه مهمه بزاف 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 بزاف، هي انكم ما تخدموش بمنهجيه جاهزه. ما تمشيش ليوتيوب تهز منهجيه وتكتبها، حيت شحال من واحد غيجي كاتبها وبالتالي غادي تحط لكم زيرو. دونك ما خصك ضروري يكون واحد شويه ديال شي حاجه درتيها انت. فهمتوني كيفاش؟ دونك ما تعتمدوش على المنهجيه الجاهزه، ما تعتمدوش على داك المنهجيه ديال اللي كيديروا فيها يندرج النص ضمن مجزوءات كذا، ومحور كذا وهذا. هذه لا، هذه ما تعتمدش نهائيا. انا كنت في الامتحان الاول داك العام في الفلسفه مشيت خدمت بهذه المنهجيه، حيت اصلا في السيزيام ما كنتش خدمت المنهجيه مزيان، ما كنتش فاهمه داكشي مزيان حتى الباك. دونك في الفرد الاول كنت مشيت خديت ديك المنهجيه ديال يندرج، ما كنتش عارفه اصلا كيفاش كنكتبوا حنايا واحد المنهجيه. فمشيت هزيت ديك المنهجيه يندرج النص هذا هذا هذا، وما جبتش مزيان. دونك قال لي الاستاذ بلي ماشي هكا كنخدموا الفلسفه. هو اصلا كان تعمد انه يخلينا حتى ندوزو الفرض عاد باش انه سميتو، عاد باش انه يشرح لينا، حيت قال لك الا ما دوزتوش الفرض ما غاديش تكونوا انتريسيو معايا وما تنتبهوش معايا وما عرفتش المهم الفكره ديالو. دونك فوالا. بالنسبه ما ديروش يندرج، قال لي بدي يندرج النص ضمن مجزوءات كذا. قولي لي حتى لاباج د الصفحه فاش كاينه وحتى هذه تبقى غاديه هكا، لا كنديروش بحال هكا. دونك في الوضع البشري كنعرفوا مثلا الانسان وكندويو على شنو هو كنحاولوا نربطوا داك الانسان بالوضع البشري دون ذكر كلمه مجزوءه. كنحاولوا ندخلوا ديك الكلمه ديال الوضع البشري وندخلوا تاني في كلمه المحور دون ذكر كلمه المحور. الحاجه اخرى هي انه الفلسفه فيها المشكله ديال الخروج على الموضوع. فاش كتمشيو تخرجوا على الموضوع يعني مثلا ما كتفهمش مثلا عندك نص او لا قوله ما فهمتيهاش مزيان، ما عرفتيش الموضوع ديالها فين كاين. مثلا حيت كاين واحد شويه ديال التشابه بين مجزوءات بين مجزوءات الوضع البشري ومجزوءات الاخلاق، تقدروا ديروا شي تخلطوا لكم تمشيو حنا نكونوا كندويو في مجزوءات الوضع البشري وتمشيو تكتبوا في مجزوءات الاخلاق. دونك كتحط لكم زيرو اوتوماتيكمون. يعني خصكم تفهموا مزيان ديك القوله تعرفوها مزيان، تشوفوا اكثر الكلمات المفتاحيه لاش من مجزوء كينتمي ولاش من مفهوم. حاجه اخرى هي انكم تكتبوا بلغه عربيه سليمه وسلامه الخط والعلامات ديال الترقيم. هادشي كله كيتخذ بعين الاعتبار في التصحيح ديال الفلسفه. حاولوا انكم تطلعوا على امتحانات، حاولوا انكم تطلعوا على امتحانات وطنيه شوفوهم كيفاش كيتحطوا. خدموا بزاف ديال لي زيكزامبل، ديو الاستاذ ديالكم يصح لكم دوك لي زيكزامبل. بالنسبه للقنوات اللي خدمت معاهم، كنت خدمت مع قناه نوال القاني، زوينه بزاف ديك القناه، كتحط شي حوايج زوينين على الفلسفه. وقناه مول الفلسفه وقناه صهيب المول حتى هو حاط شي حاجات في الفلسفه. دونك دوك القنوات زوينين بزاف، غينفعوكم بزاف في هذه الماده. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون يعجبكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا لايك. بسلام عليكم.